الفنانة المتميزة بثينة الرئيسي والفنانة ليلى عبد الله والفنان أحمد العماني. شلونكم شخباركم؟ من زمان ما شفناكم الصراحة يعني الحوار بس فترة غطيتوا عنه. اي لان مشغولين عندنا يعني بس والله ما تنامون تفكيركم هناك الحين. وغير كذي كل عام وانتم بخير صراحه واحنا سعيدين نكون معاكم. سعيدين فيكم والله. ويعني فعلا العيد 3 ايام وانتم 3 فكل واحد ياخذ له يوم من اليوم الاخير ياخذ عاد نبتدي معاه. احنا حبينا نستغل الفرصه ان نعيد على الناس من خلال برنامجكم. طبعا نعيد على كل الناس اللي قاعد يتابعونا من خلال شاشه الوطن ونقول لهم عيدكم مبارك وايامكم سعيده سواء كنتوا داخل الكويت ام خارج الكويت. احنا نعرف ان اغلب الناس سافرت صح ديره فاضيه ما لكن قلوب الناس معاكم صراحه. دائما تتابعكم ودائما تحاول انه يعني تتبع اخباركم واخر اخباركم. والله مثلا اختصرتي وايد سؤال. عايدت وقالت هذا عادي عليكم. انا لو كنت بقول شلون كانت اجواء العيد معاكم؟ الصراحه اتوقع شغل كانت. اي شغل، وان اهم شيء ان عايدنا ويا الناس والجمهور الحلو اللي يحبونا ونحبهم. ما ادري انا ما شفت اهلي وانا ما ادري انا عن نفسي ما شفت اهلي يعني لحقتي كلش مبكر يعني. بلا يعني ساعه بس ما تعتبر مو شوفه يعني اللي زواره طول اليوم. عرفتي شلون؟ ولا عيادي الله كريم. اهم شيء العيادي يعني. اي الله كريم بعد ولا شفناه بس اللي طالبون توزعين عيادي من عشان شي ما قمت اروح. نص السبب انه ما اروح علشان خلاص كبرت ولازم اوزع. عرفتي؟ وتمثيل وممثله خلاص. العمان انت تهتم حق اي عيد؟ العيد عيد الاضحى ولا عيد الفطر؟ ترى في الناس عندهم ان عيد الفطر هو العيد. الثاني عادي يكون مكمل له يعني. اول شيء كل عام وانتم بخير وعيدكم مبارك. عيد الفطر عيد الاضحى احنا نفس الاجواء. يعني ليله العيد نكون بالمسرح نطلع وقت متاخر من المسرح. فثاني يوم اول يوم العيد نحاول نريح وننام كثر ما نقدر زين. لان عندنا اول يوم هذا مصيبه صح يعني اول يوم بالضبط. فنفس الشيء عيد الفطر وعيد الاضحى يعني قاعد نعيد مع الناس، وناستنا مع الناس، عيدنا مع الناس. بالضبط تلتمسون الشيء هذا يعني من خلال الجمهور وقعدتكم معاهم وتشوفونهم. بالضبط اكيد. خصوصا يعني مسرحنا مثلا خلينا نقول مسرح عائلي. تمام. يعني قاعد نعيد على الكبار والصغار، قاعد نشوف نتيجه شغلنا بعيونهم، رده فعلهم. تمام. فعيدنا هو عيدهم يعني معاهم. تطلع وانت مرتاح نفسيا انك انت قدمت شيء. اصلا صار عيدي انه والله الناس يجون مثلا انا احب شو ويصورون معاي عرفتي واستانس. يعني صار خلاص انه من 4 سنين اعتبرته هذا عيدي. عرفتي؟ فقمت استانس يعني قبل لا انه ابي اروح عند اهلي شلون على العيديه وشنو. الحين لا خلاص تعودت على هالوضع. تعودت انه لازم بالعيد انه اذا ما شفت ان ماي فانز ان الجمهور وكل هذيل ما يصير عندي عيد. عرفتي؟ اي صح تعودتي على هالشيء يعني. الله يعطيكم العافيه الصراحه، ولكن ضروري انه يكون في تواصل بينكم وبين الاسره خصوصا بالعيد. الحين بعد مع الواتساب ما لاحظتوا الجروبات، جروب العائله، جروب الفاميلي، نتكلمين عن هالموضوع، الخوات بروح، جروب الريايل يعني. فخلاص الحين تحسين انك انت بينهم فعلا. يعني انا كنت بعمان قبل لا نبلش بروفات العيد، بس اول ما وصلت لاحظت انه بالعكس الواتساب وايد اختصر علينا امور كثيره. صح. مع انه في سلبيات ما ننكر، ما صار في بعد يعني كبير نهائيا يعني بالعكس. مع الواتساب تقدر تطرشين فيديو، تقدر تطرش صوره، تقدر تطرش فويس نوت، تقدر تتواصل. انا معك بثينه بهالشغله لما يكون الشخص بعيد عنك. بالعكس وايد مفيد هالشيء، وايد حلو. بس لما يكونون قراب عاد هني لازم في حذر. هذا من السلبيات. احنا شوف يعني اوقات العيد اللي يشتغلون منو؟ المطافي، الاطباء، يعني الطوارئ مثلا، مقدمين. لكن بياع جرايد يشتغل بالعيد هذه جديده. مو ماخذ اجازه. مو ماخذ اجازه بياع الجرايد. الحمد لله. قول لا اله الا الله. فبراير ان شاء الله واللي عقبه يا رب. ليش لا؟ ان شاء الله يا رب. فشنو قصه البياع الجرايد هذه؟ هو بياع الجرايد عباره عن يعني واحد وخواته فقاره يبيعون جرايد وعطورات وعندهم مرتل. هي باختصار تتكلم عن وهذه مجموعه من الصور احنا قاعد نعرضها. بالضبط. ان حب العلم، طلب العلم، ان الناس اللي مثلا فاقده العلم غير الناس اللي متوفر لهم العلم ومو حاسين مو مستغلين هالفرصه. صح. بالضبط. صح. وحتى قيمه الاهل، يعني الناس هم اللي فاقدين الاهل غير اللي مثلا
عندهم اهلهم مو حاسين بقيمتهم، فالحتوته هذه تتكلم عنها المسرح. والله وايد حلو صراحه، اسم جميل، الاسم جذاب جدا، وانا عندي مؤثر يعني ودك تعرف عنه اكثر يعني غير عن الاسماء التقليديه اللي كنا نسمعها يعني. حلو يعني الحمد لله. هذا مضمون المسرحيه كلام وايد حلو مؤثر جدا يعني اكيد، ولكم كاريزما حلوه وشخصيه وجمهور كبير يحبكم، فراح تاثرون على مجموعه كبيره من خصوصا التينيجر المراهقين هذول. فكلمونا كل شخص عن دوره بالمسرحيه. ليلى شنو دورك ان شاء الله؟ انا دوري اكون اخت نوار واخت سوسن سندس يعني قاعد اشرح زين. فان مرتبوهم تغصبهم انه يروحون انه يبيعون جرايد وكذي، فان كونها تعرفت كونهم ان هم متربيين يعني مو تربيه يعني مو تربيه بالمدرسه او انه بين اهل وكذي، فيكونون تربيه يعني فريج يعني عرفتي شلون؟ فان شلون يتعاملون وان شلون ما يرضون بالغلط عقب. انا ما ابي اشرح عن دوري لانه هو مرتبط بوايد اشياء يعني مرتبط بنوار ومرتبط بسوسن ومرت الابو، فهمتي؟ فاذا قلت خلاص خلصت المسرحيه ونمشي. ما ينفع شوفي المسرحيه لو تكلمتي عنها من ليلى باشا عن اي عمل ما ينفع، لازم تشوفينها يلا ترتاحين يعني. بس لا في ناس والله يكتفون بان هذا يتخيلون وكذي وخلاص. وايد يحب الاحلام. طيب بثينة، انت دائما ادوارك فيها نوع من الشقاوه. هالمرة والله هالمرة؟ يعني احنا ثلاثة اشقية شوية ببعض، احنا اخوان وايد علاقتنا ببعض مترابطة، كنا احنا نبيع مع بعض جرائد وعلى طول مع بعض بالسوق، فبينا نقطة وايد حلوة. مستمرين معاكم في الوطن، عيدية الوطن. في شيء ودنا نقوله لكم، ان انتم والفنانين كذلك زملائكم ارتبطتوا بالعيد، فانتم والعيد لكل يمكن المشاهدين، لكل الناس اللي تحب، كل ما يصير العيد دائما تلجأ لكم حتى ترسمون البسمة وتعطونهم معلومة قيمة، فيعطيكم العافية أولا. الله يعافيك. الله يعافيك. يقوكم الله. هذا احلى شيء سمعته. اي والله صراحه والله انا ايد فكرتك بصراحه. فعلا أنا كل وياك. مناسبة تكونون فيها، والمناسبات دائما كلها عيد وخير الحمد وشيء لله. طيب، الحمد فقلت لله. لكم هذا ارتباطكم مع الناس، كل جيل يراكم ان انتم والعيد يعني. الحمد لله. ترى هذا شيء يونس بعد لما انت تكون مثلا يعني سبب بتغيير فكر طفل او انه مراهق او انه تساعده بقيمه انه ممكن يشوف الدنيا احسن او انه يفهمها، عرفت شلون؟ انت تستانس لما انت ممكن انه تفيده ما تضره. صح. حتى الاهل يستانسون الله انه والله هو اقتدى بهالفنان، فانا حتى الاهل ترى راح يحبونك، عرفت شلون؟ طبعاً. يعني انا طبعاً. وايد امهات يجون يقولون لي احنا نحبك لان الحمد لله يا رب الحمد لله ان لما بنتها تقلدني ما تقلد اشياء السلبيه، لان انا اخاف اسوي شيء سلبي علشان انه لا يسوونها فينعكس على الاهل، هذا اللي بقول فتلقين لك كل نوع من الاهل المسؤوليه تجاهكم يعني بالنسبه أكيد. حق اللي قاعدين يتابعونكم الحين. الانستغرام صار شيء وايد مهم، فالمتابعه تصير اكبر من شريحه المراهقين يمكن يعني او الاصغر منهم، يعني هم فهي ما عاد شاء الله عندكم يقومون مسؤولية بدور كبيرة، صح؟ يفوق دور الفنان. صح يعني تربية، تعليم، تأثرون بالناس يعني، هذه مهمة كبيرة ترى عليكم. الحين بعد مع السوشيال ميديا شوي صار في انكسرت كل الحواجز أيوة. بيننا صح. وبين الجمهور. أيوة. يعني اي شيء بنسويه بيكون دايركت للجمهور، فلازم نكون حريصين على اي شيء نقدمه وعلى اي شيء ننزله وعلى اي كلمه نقولها، لان مسؤوليه كبيره فعلا. يعني احنا قدوه واحنا يعني مثال، يعني طبعا يمكن يقتدي فيه طفل في يوم من الايام. تختلف الناس معاكم او ضدكم، لكن تعتبرون قدوة وامثلة، فلذلك هذا شيء تحافظون عليه يعني. هذا اكيد صح. مسؤولية وفي كبيرة. ناس ما يهمهم يعني يقولون انا امثل نفسي، عاد اللي يبي يقلدني كذا. في ناس شوفي ما من تحط ناحيه الحدود تمثلين هذه، صح. نفسك انت، يعني مثلا ان بي يور سيلف، صح ترى هذه ان انت مثلا انا الحين صابغه ازرق، انا لان احب الازرق، اوكي ما ودي احد يقلدني، بس خي يقلدوني لان ادري ان مثلا هذا مو شيء دائم او انه مثلا كله، لا ادري يعني عادي الكل مسويها وبيسوونها، فعرفت شلون؟ بس ان مثلا ان امثل نفسي، ما امثل نفسي امثلها يعني تظل في بعض الخصوصيه. طبعا هذا بعيدة شيء عن- ثاني. طبعاً. مثلها انك تكون انت، لا تقلد مثلا انا اقلد بثينه، انا وبثينه نصير كوبي بيست، لا اصير انا شيء وبثينه شيء، ما اقلد والله لا اكون نفسي. هذا الشيء اللي اسمه امثل نفسي، ما امثل
لا كيفي مالكم شغل فيني وانا اسوي اللي ابيه. صح كلامك، وهذا وايد احنا في بعض الشخصيات للاسف قاعدين نشوفها حتى تكون مرات سلبيه. طيب لو نتكلم شويه بالنسبه للكاتب بدر محارب، نوجه له تحيه اكيد من برنامجنا عيديه الوطن. هو كاتب فعلا مميز ومتمكن من ادواته، وخصوصا تعاملكم معه، فياريت لو شويه تكلمنا عن هذا التعامل، بما ان هذا النص مميز جدا، خصوصا لما شرحت لنا فكره المسرحيه، احنا عارفين ان هذا شيء وايد مهم. والله استاذ بدر محارب يعني احنا نتشرف ان نشتغل عمل كتابه كاتب كبير مثل بدر محارب. يعني النص تربوي اجتماعي في هدف، فانه مو مجرد كتابه وخلاص والسلام، لا بالعكس احنا تشرفنا بالشغل بنص مثل هذا. فكاتب كبير يشرف اي فنان. كاتب كبير بالضبط. يعني حتى تواصله معانا وايد سلسه، يعني حتى مثلا بسالفه اعداد المخرج عبد العزيز صفر، سالفه الاعداد وايد سلس معانا بالعكس، بس انه لا تشوه العمل، لا تشوه العمل، بالعكس انه شيء يفيد بالمضمون يعني. بالضبط بالمضمون، شيء يفيد العمل، بالعكس ما عنده مانع، جدا متعاون معنا. طيب العماني شلون تقيس ردود الافعال مع نقول والله فعلا اليوم الطفل او المشاهد او اللي حضر لكم انه استفاد؟ والله المسرح نتيجة اللي قاعد تسويه قاعد تشوفه بعيون الناس دايركت، غير عن التلفزيون، ما تنطر فترة. فأي شيء إفيه ينقط تشوف الضحكة من الناس، فنتيجتك دايركت قاعد تاخذها. صح. بعد العمل، بعد المسرحية، بعد الشغل، قاعد تشوف هم آراء الناس، قاعد تشوف يعني بويوهم إن اللي سويته صح ولا غلط. هو يبين صح، ويون يعلقون. اصلا انتم ما شفتوا صاير امس، والله لا اله الا الله. بالضبط. ليش ما صار؟ شفتوا. هذا بنعرف. جمهور وايد حلو ما شاء الله. لا اله الا الله، وايد حلو احلى جمهور. هو ترى كل يوم يعني يكون اكيد احلى اكيد، من بس اليوم في شيء اللي قبله. مميز يعني. بس في شيء يعني صح. امس اللي ما ودي تخلص المسرحيه يعني، وخلصت. والسبب يلا عندكم السبب بعد انه قاعد يتفاعلون، قاعد يغنون اغانينا، عرفتي؟ انا توقعت انه مو حافظين، لان توه يعني ما شاء الله هذا ثاني عيد حافظينها، فهم شلون حافظين الاغاني؟ في سيديات، في يعني في ناس يعني حاضرين من عيد الفطر، بس ما شاء الله مداهم يحفظون. والله الحمد لله. اي ما شاء الله، امس قاعد طالعهم من صدمه، عرفتي؟ فمتفاعلين ومستانسين. ناس تحضر اكثر من مره يعني، صح شوف يا حلو تحضر اكثر من مره. صح. ويتداولونها ما بينهم وبين بعض اتوقع. شلون؟ تم تداولها بينهم وبين بعض. يعني حتى في ناس من الجمهور احنا حافظينهم عارفينهم انه شايفينهم من قبل. اكثر مره. صح والله كذي، وايد هالشيء هذا حلو مميز، خصوصا احنا لما قاعد نتكلم الحين قلنا ان الطفل، ترى الطفل اليوم وايد ذكي بشكل مو طبيعي، عنده ملاحظات دقيقه، يعني هو الحين لما قاعد يشوف لازم يكون في عنصر الابهار لما يجذبه العمل هذا. فودنا شويه نتكلم عن الاستعراض مثلا بالمسرحيه، عنصر الابهار، هل ركزتوا على هالامور هذه اللي طبعا الاطفال يهتمون لها؟ اكيد ركزنا، واختيار حمد كان لمهندسه الديكور والازياء الاستاذه فاطمه القامس، اختنا وصديقتنا، ركزت على هذا الموضوع، واختيار حمد كان محله لان فاطمه فنانه في شغلها في الديكور وفي الازياء، كانت الالوان مبهره، كانت فكره الازياء تركيبتها على بعض، شلون بياع الجرايد يلفت النظر، ان شلون نركب الالوان على شخصيه بياع جرايد، شخصيه فقيره ذكيه ما شاء الله عليها، وطبقت هذا الشيء في مسرحيتنا. والدليل الجمهور الجميل اللي قاعد يحضر اكثر من مره، وطبعا هالشيء ايضا طبقها في مسرحيتنا الاستاذ عبد العزيز صفر مخرجنا، حركتنا على المسرح، في ترى 2 ليفلز بالمسرح عندنا، فوق وتحت، فشلون احنا توزعنا بين فوق وتحت، وشلون كان في سلاسه في الاحداث وتناغمها بين الفصل الاول والثاني، شلون الجمهور ما يمل، وشلون يتعاطف معانا، وشلون يضحك معانا، شلون يتضايق معانا. شو اللي يجذب الجمهور اكثر شيء؟ الموسيقى ولا القصه؟ الطفل ولا تجذبه الالوان، تجذبه الاغاني والكلمات البسيطه، توصل المعنى بكلمات بسيطه تكون يعني مفهومه بشكل مبسط لدى حتى الحوار يكون يعني قريب من قلبه، شلون يفهمه. اوكي انت ممكن تعطيه نصيحه، بس نصيحه مو انه مثلا انت ليش ما تسوي شيء، عرفت اللي شيء مثلا انه مو مباشر، لا شيء يعني هو مضحك بس انه قاعد يستفيد منه، فقريب من قلبه يعني طبعا. من فنان بعد يحبه، فراح يصير انه وايد شيء مفيد حقه. بس انت اذا توجهينها بطريقه انه لماذا يا طفلي ما شنو، راح الطفل راح يقعد لانه صدم صاير. بس لما انت تسوين شيء وايد قريب حق الطفل
والحين بعد ان الطفل وايد ما شاء الله وايد تخالط مع التكنولوجيا، الايبادات والتلفزيونات وايد اشياء، فمو اي شيء راح انه يستانس عليه، فانت لازم انت تركزين على هالنقطه انه هو خلاص دش حق اشياء وايد نار، فانت لازم تعطين الانر بالموضوع. بالضبط، وانت تكونين مواكبه حق اللي هو واصل له الحين، يعني توصلين لعقليه الطفل. الطفل وايد صعب التعامل معاه، والله يعطيكم العافيه ويعينكم يعني فعلا على هذه المسؤوليه الكبيره اللي انتم قاعدين تحملونها. احنا قلنا في مجموعه من الصور السيلفي اللي طبعا المشاهدين اللي قاعد يتابعونا شاركوا لنا في هذه الصور على هاشتاج صباح وايد الوطن. في صور حلوه، اوكي. بس انا والله رشح ابو قحفيه اللي على الغداء. اي وايد عفويه صح عفوية، ولا صح. حد يدري عن الصوره الا هو. كنا مفاجئهم، الظاهر هو بروحه مقرر انه يصور انه يصور ترى يمكن ما يدرون احس الحين انصدموا على الهواء بعد الصوره هذه. لا والله ما في اي احد قاعد يطالع ولا احد. داش نوم بعد احد قاعد. موهقهم. تمام. طبعا احنا شاكرين لكم، وهذا شيء طيب ان شاء الله نشوفكم من هالاعلى. الله طبعا يسلمك. ما ننسى كذلك فرقه شام مجهزين لنا اغنيه جميله عاشت لنا الكويت، فلكم نختم فيها هذه الحلقه.